الفيديو اللي انتوا شايفينه ورايا ده تبقى الفرقاطه صاغر 5 وهي بتعدي قناه السويس، الناس صوروها وهي رافعه علم مصر وجنبيه علم اسرائيل، وده اللي اثار غضب كبير جدا عند المصريين. لكن ده معروف ان هو جزء من البروتوكول، وده لان اي سفينه حربيه بتعدي من قناه السويس لازم ترفع علم مصر احتراما لسياده الدوله وتاكيدا على مرورها بسلام مش داخل حرب. بعد ما الفيديو انتشر الدنيا اتقلبت والناس قعدت تسال ليه نعمل كده ونسمح بمرور سفينه حربيه من قناه السويس لاولاد العم؟ طب ما نقفلها عليهم ونمنعهم من العبور. خليني اقول لك ان لو مصر عملت كده وقفلت القناه قدام اي دوله هتحصل حرب اقليميه، وكل الدول ممكن تخاف على مستقبل تجارتها وتقول اذا كان ده حصل معاهم طب ما هو ممكن يحصل معانا. وده اللي خلى اكتر من دوله زي المانيا وبريطانيا وفرنسا وكمان روسيا والدوله العثمانيه اللي كانت مصر جزء منها يتجمعوا سنه 1888 ويوقعوا اتفاقيه القسطنطينيه. دي بقى يا سيدي بتنص على فتح قناه السويس وعدم غلقها امام الملاحه البحريه لاي دوله في العالم، الا في حالتين فقط. الاولى وهي ان الدوله اللي بتمر تعلن الحرب على مصر، والثانيه هو ان السفينه اللي بتمر بتعيق او بتضايق السفن اللي بتمر في القناه. الاتفاق ده صعب يتلغي او يتغير، لان لو ده حصل مصر هتواجه العالم كله لوحدها.